السلام عليكم. مساء الخير، جمعة مباركة على الجميع. في الفيديو تاع اليوم طليت عليكم بهذه الوصفة الاقتصادية اللي بنينة بالبزاف بدون لحوم. أول حاجة في مقلاة نقطعوا لنا الباذنجان قطع صغيرة، نقشروه ونقطعوا قطع صغيرة، ونديروا معاه حبة بصلة أيضا ونقطع مربعات صغار، نقليوهم مليح مليح في الزيت، تحبوا زيت زيتون ولا زيت عادي، نخليهم يتقلوا مليح مليح يحمروا. من جهة أخرى هنا قليت البطاطا عادية، قطعتها ثاني مربعات صغار، زوج حبات كبار البطاطا قطعتهم مربعات صغار ونحيتهم، يعني قليتهم في الملح عادي. هنا نجي نحضروا البيشاميل، نديروا مغرفة كبيرة تاع زبدة، واحد 50 غرام زبدة، خليوها تذوب. هنا راح نحضروا البيشاميل، نخليوها تذوب. راح نضيفوا هنايا الفرينة، هنا تكون النار قليلة ماهيش زايدة، يعني تكون على أقل درجة. نديرو هنا الفرينة، درت مغرفة تاع فرينة ونخلطو مليح الفرينة مع الزبدة حتى تذوب الفرينة وتولي يعني عجينة بهذه الطريقة. نحركو مدة واحد 2 دقائق 3 دقائق مليح باش تصلح لكم البيشاميل. لازم تخلطوا مليح الزبدة مع الفرينة باه ما نديرلكمش هذوك التكتلات كتضيفوا الحليب. هنا راح نضيف الحليب ما يكونش بارد، يكون عادي باه الفرينه ما تكربعش. يعني نديرو 2 كيسان تاع الحليب، يعني نصف لتر حليب، نقعدو نحركو ونزيدو الكاس الثاني تاع الحليب. هنا بعد ما ضفنا الكاس الثاني تاع الحليب نقدروا نزيدو للنار ونقعدوا نحركوا مع التحريك المستمر حتى تعقد معنا هذا لاصوص بيشاميل. شوفوا هنا بعد ما عقدت نديروا هنا رابيت عليها فرماج، ديروا النوع اللي عندكم، ولا ما عندكمش فرماج رابي نورمال ديروا فرماج تاع الميزان ولا بورسيون. المهم الفرماج يعني لازم به تجيب لينا. نضيفوا هنا ايضا الملح نضيفوه في الاخر ما نضيفوهش في الاول. نضيفوا هنا ايضا ضفت الملح والفلفل الكحل. هنا اللي تحب الكمون تقدر تضيف ايضا الكمون، ونعاودو نحركو مليح. ذوق هنا لقيتو الملح ناقص زيدوا لها شويه ملح. هنا فرشت البطاطا المقليه في البلا ودرت من فوقها هذاك الباذنجان مع البصله من فوق كطبقه ثانيه، نوزعوها مليح مع البطاطا. وتحبوا تخلطوها يعني كامل مع بعض، تقدروا يعني ديروها في كاش بسينه ولا تخلطوها مع بعض، وكل بعد ديروها في البلا وديروا ليها البيشاميل. كل واحد وطريقته، يعني في الطريقتين كيف نفس النتيجه. انا هنا خلطت في البلا برك بالشوي. في هذا الوقت ديجا انا شعلت الفور يحمى على 200 درجه باه كي نحط يعني البلا تاعي ينشف يكون ديجا الفور سخون. كيما راه هنا البلا تقدروا ثاني تزيدوا له فرماج هكذا طراف، واللي ما عندهاش مش لازم. المهم احنا نحاولوا دائما نمدوا افكار تكون سهله اقتصاديه متوفره في كل بيت، وللسيدات يعني في المنزل كي يحصلوا واش يديروا يكونوا عندهم هذه المكونات كفكره يديروها وراح تعجبهم بزاف وتعجب جميع العائله. وانتم تشاهدوا في الفيديو البنات ما تنسونيش بالجيم والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هنا مباشرة نديروا البيشاميل. شوفوا البنات البيشاميل هنايا لازم مع ديروها مع توجدوها ديروها مباشرة، ما تشي تروحوا ديروا توجدوا البيشاميل من جهة تروحوا تروحوا تقليو بطاطا والباذنجان، لا البيشاميل مباشرة تستعملوها شنو راح تجمد لكم وما تعطيكمش نتيجة مليحة. هنا كده راح نديروها من الفوق اكيد راح تهبط لكم يعني من يعني للتحت. نسقموا برك الطبقه تاع البيشاميل ونديروه ينشف. كي نشوفوه حمار مع الجوانب بدلنا هذيك التحميره الدوري، رايحين نطفيو عليه من التحت ونشعلو عليه من الفوق باه زيد تنشف البيشاميل تعطيكم هذه التحميره المليحه والباهيه. هنا راه واجد معنا، نخليوه يبرد شوي ونقسموه معاكم. هنا راه برد شوي يعني مازال حامي بصح برد شوي، من الاحسن خليوه يبرد شوي باه يحكم روحه يعني مع البيشاميل تجمد شوي. هنا راني واقفه وبنتي معايا وراني نتحلف فيها، قلت لها تمسي نعت لك.
يحبوا ياكلوها قبل ما تبرد. قلت على الاقل خليني نصور طرف ويشوفوا البنات كيفاش جا. وكلوا بصحتكم. شهيتكم في الجنة البنات. هذه هي النتيجة النهائية تاع البلا تاعنا. صراحة جا بزاف بنين حتى ما فيهش يعني دجاج ولا فيونداشي ولا، بصح جا بنين بهذه المكونات فقط. راح ديري احلى وصفة واحلى كراتا. ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو تاع اليوم. في فيديو اخر وفي وصفة اخرى ان شاء الله. سلام.